ناس كتير بتبعت تسألني عن نوع عسل معين، ولكن هي مش عارفة طبيعة العسل ده مناسب لجسمها ولا لا. دلوقتي هعرفك ازاي تختار نوع العسل المناسب ليك. وبالنسبة للمتجوزين المفروض ان هم بياخدوا خلطة بيبقى فيها كل حاجة. اولهم ده عبارة عن حاجة اسمها طالع النخل، وده مسؤول عن زيادة الحيوانات المنوية بالنسبة للرجال. موانع استخدامه حساسية ربيع. بيتم خلطه على عسل زي العسل ده، وده عسل سدر يمني وعليه غذاء ملكات بتركيز 10%. ده خاص بموضوع الباور والنشاط والذاكره، الى جانب ان هو منشط قوي جدا بالنسبه للرجال. والبديل ليه لو انت عايز حاجه ارخص، هتاخد نفس طلع النخل بس على عسل مناحل اهدى شويه زي العسل ده. ده عسل سدر مناحل وعليه برضو غذاء ملكات بس استرالي بتركيز 10%، سعره ارخص كتير من الموضوع. طب تاني اكتر خلطه بتطلب مني خلطه المناعه، وهنا لازم نذكر ده حاجة اسمها صمغ النحل، وده بيعتبر أقوى مضاد حيوي طبيعي، بس بيمنع للأطفال دون ال5 سنوات وأي حد عنده مشاكل قرح في المعدة. المفروض إن الطبيعي بخلط ده مع عسل السدر دوت عشان آخد خلطة للمناعة قوية جدا. عسل السدر بيبقى فيه نسب مضادات أكسدة عالية ونسبة مالتي فيتامينز عالية، وده من الحاجات اللي بترفع المناعة، وخصوصا العسل البري. وبالنسبة لخلطة الجهاز التنفسي وأي حد مدخن أو عنده كحة سعال بلغم، هياخد نفس حاجتين، نفس صمغ النحل اللي احنا اتكلمنا عليه هنضيفه على العسل ده نوع عسل يمني اسمه عسل الصال. ده بيهدي اضطرابات الجهاز التنفسي ومذيب للبلغم، وللمدخنين بيعمل تطهير بالكامل. طب اللي عنده موانع استخدام في موضوع صمغ النحل، سواء اطفال اقل من 5 سنين او حد عنده قرح في المعده، هنستخدم العسل ده لوحده. والعسل ده لوحده تاثيره بيبان بعد 30 ثانيه بالظبط. وبكده تكون عرفت الخلطه المناسبه ليك. اهم حاجه ان الحاجات دي بتستخدم تحت اشراف طبيب. ما تنساش لايك ومتابعه وشير. لو عندك اي استفسار عندك الكومنتات. سلام.